عصام، 20 محمد ابو طه، 21 نزار الرشدان، 7 ابو رزيق الشهير بالشرارع، 9 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بالجميع ان شاء الله. اليوم باش نتكلموا ان شاء الله على المنتخب الوطني المغربي، الفوز ديالو بالكأس العربية للمرة الثانية بقطر، المقابلة اللي جمعتهم ما بين فريق المنتخب المغربي والمنتخب الأردني، وكان الفوز للمنتخب المغربي ب3 إصابات ل2. مبروك مبروك للمنتخب الوطني المغربي، مبروك الجماهير المغربية من طنجة حتى القويرة. كانت فرحة وليلة بيضاء يوم أمس بجميع المدن المغربية، اللي خلات الجماهير خرجت للشوارع فرحا بالفوز المنتخب الوطني المغربي بكأس العربية عن جدارة واستحقاق. وكانت مقابلة جيدة طيلة الشوط الأول والثاني، طيلة 90 دقيقة اللي شاهدنا فيها 120 دقيقة، واحد الفرجة اللي كانت ممتعة، اللي خلات الجماهير العربية والإفريقية وحتى العالمية في واحد الاندهاش نهائي. كان في واحد المستوى اللي كبير، ملعب في واحد المستوى جيد، واخا كانت الأمطار تهاطلت على الملعب، ولكن بحسن التنظيم دولة قطر اللي خلات المقابلة تجرى في الوقت ديالها. من بعد مقابلة الترتيب اللي كما شاهدتوا لعبت 45 دقيقة، ولكن الأمطار تهاطرت على الملعب، داكشي اللي أجلوا المقابلة. ولكن المقابلة تلعبت على 45 دقيقة، ولكن اليوم كيتحدوا أو كيتكلموا أو يشوفوا المركز الثاني ربما ياخذوه لا المنتخب الإماراتي ولا المنتخب السعودي، كما نقولوا حنا غادي يقسموه. حنا اللي غادي يهمنا وهو المنتخب الوطني المغربي، اللي بكل صراحة اللي ما كانش الجمهور المغربي متفائل من بعد إصابات اللاعبين المنتخب المغربي، اللي شاهدنا تغييرات في آخر المطاف، اللي كما شاهدنا لاعبين اللي كانوا تعاطبوا في اللقاء في التدريب قبل اللقاء الأول، كما تشاهدوا بن شرقي المهري من الجهة ديال فريق النهضة البركانية، المهري واللاعب المليوي العسال كذلك. ولكن شاهدنا احنا مقابلة يوم أمس جيدة. مرحبا بالإخوان كاملين، واخا ما كناش دايرين باش ندير واحد اللايف، ولكن مرحبا بالإخوان اللي بغا يطلع يتكلم. كلشي مفتوح، والفرحة فرحة مغربية يعني بكل صراحة. كأس اللي كانت غالية اللي عاد بها المنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن، وإن شاء الله عندنا بداية كأس إفريقيا يوم الأحد إن شاء الله، اللي غادي تكون واحد الانطلاقة جيدة للمنتخب الوطني المغربي. بداية من الساعة 8 ليلا اللي غادي تكون أول مقابلة في كأس إفريقيا، اللي غادي تجمع ما بين فريق المنتخب الوطني المغربي ومنتخب جزر القمر. قبل الساعة 8 غادي يكون الافتتاح كأس إفريقيا بالملعب مجمع مولاي عبد الله بالرباط. نتمنى ان شاء الله حد اوفر للمنتخب الوطني المغربي. نتمنى الجماهير تشجع المنتخب الوطني المغربي، تشجع وليد الركراكي، كما شاهدتوا تشجيعات ومؤازرة للفريق الوطني والمدربين. كما شاهدتوا الكأس العربية، المدرب طارق السكيتيوي اللي قاد جميع المقابلات، لا في الدور الأول ولا الدور الثاني، يعني كان في واحد المستوى كبير. تغييرات بقعة الملعب اللي عطات الأكل ديالها، وكانوا لاعبين منسجمين في بقعة الملعب. اللي شاهدنا يوم أمس مقابلة حارقة ما بين المنتخب الأردني اللي كان صامد
طيله 120 دقيقه امام المنتخب المغربي اللي عنده مهارات، اللي كيمتاز مهارات وتقنيا على المنتخب الاردني. المنتخب الاردني عنده ديك اللياقه البدنيه، عنده الجرينتا كما نقولوا حنا، لا فريق اللي قاصح نتكلموا بالدارجه، الفريق اللي كيدابز على كورتو وبغى يجيب اللقب وبغى يوصل للنهائي وبغى يفوز بهذا اللقب، ولكن تصادف مع منتخب اللي قوي اسمه منتخب المغربي، اللي ما كتشاهدوا اي فريق كيقول لك هاتوا المغرب هاتوا المغرب، ولكن المنتخب المغربي دائما يقول لهم انا موجود. ودائما كل منتخب خدا حقه من المنتخب الوطني المغربي اللي عطاه اسم المغرب وعطاه نكهة كرة القدم المغربية اللي كتمتلك بها المنتخب الوطني المغربي. هنا اللي شاهدنا وشاهد العالم خاصة الأفارقة أو العربية، اللي الدول العربية اللي شاهدت المنتخب الوطني المغربي، اللي ما كان حتى شي واحد كينتظر المنتخب الوطني المغربي غتكون النهائي امام المنتخب الاردني، ولكن بقياده طارق السكيتيوي اللي قاد مقابله جيده، والحمد لله كان فوز مستحق على المنتخب الاردني. وكنشكروا على المنتخب الاردني اللي وصل حتى للنهايه وقدم مقابله جميله، تجربه قلت تجربه، والحمد لله كان عندنا حنا ثقه في اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. كما شاهدتوا التغييرات في الشوط الثاني اللي غير طارق السكيتيوي دخل بهجوم يعني، واستفدنا ديك الحملات المضاده وبضربات الاخطاء وديك حمد الله. واخا كيما نقولوا حنا حمد الله عارفين بالله يلعب في البطوله الاسيويه، لابد خصو يعطينا داك الذوق، ديك الكره اللي لعبها مع الفرق الاسيويه، انما لعبنا مع منتخب اسيوي يعني لابد هذه. واخا حمد الله نقولوا حنا سجل، ولكن اللاعب اللي ثقيل يعني ماشي نقولوا حنا ثقيل، اللاعب يقدر يستحق في اسيا، الا بغى في الاسيا السعوديه او قطر او الامارات. داك الشيء لاش البارح واخا سجل ديك الاهداف، الهدف الاول يعني ما كيما نقولوا حنا ما سجلوش بواحد الطريقه اللي سهله، يعني طريقه يعني برجلو بيديه بكل شيء ماركا الهدف الاول. والهدف الثاني عاوتاني جا مزيان. هذاك الشيء اللي قلت انا كيلعب في اسيا، ولكن في افريقيا واوروبا الحمد لله ما يكونش في واحد المستوى اللي جيد. داك الشيء اللي شفنا حنا البارح جرينتا ديال المنتخب الوطني المغربي اللي عادت من بعيد، يعني حسن حظ الهدف اللي سجلوا المنتخب الاردني كانت لمسه يد واضحه، اللي الحمد لله الفار عيط الحكم وسط الميدان اللي شا الفار يعني بكل صراحه لمسه اليد اللي كانت غيرت اتجاه الكره، يعني الكره كانت غاديه ماشي خارجه غاديه، ولكن الضربه فين ضربت في يد رجعها وسبقها لامامه اللي كيركن الكره في الشباك حارس بن عبيد اللي كيعلن على الهدف الثالث. ولكن حسن حظ المنتخب الوطني المغربي الحكم كيلغي الهدف، وكانت ردة الفعل للمنتخب الوطني المغربي بواحد السرعة وكيسجلوا الهدف الثالث والهدف الخلاص والهدف الفوز بالكأس العربية للمرة الثانية لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هنيئا ومبروك الجماهير المغربية من طنجة حتى القويرة، يعني كانت فرحتين يعني بكل صراحة، فرحة لم تنسى. الجماهير يعني لعبنا في ملاعب جيدة، ملاعب جميلة، شاهدنا ملعب جيد وشفنا جوج ديال الفرق، واحد منتخب مغربي ومنتخب أردني اللي قدموا واحد الطابق كروي جميل في هذه المقابله. يعني بكل صراحه 120 دقيقه ما حسيناش حنا بها، جاتنا غير نصف ساعه، ولكن الحمد لله التتويج هو اللي كان مهم. المنتخب الوطني المغربي كيهز الكاس العربيه عن جداره واستحقاق، وان شاء الله المنتخب الوطني المغربي
والكرة المغربية هاد سنة 2025 كانت يعني بكل صراحة 5 ألقاب عن جدارة واستحقاق. يعني ما نساوش كنشكروا محمد السادس نصر الله، فوزي القجع اللي بكل صراحة خدم الكرة المغربية من طنجة حتى لقويرة، وخلى الدول العربية والإفريقية والعالمية تشاهد الرياضة المغربية بامتياز هذه السنة. يعني بواحد الشكل اللي جماهير المغربية بداتها تفاجأت. دائما كتنتظر الجديد، دائما عندها الجديد الجماهير المغربيه، دائما النهائيات، دائما كفرق كفريق النهضريه ديال البركانيه، كفريق الجيش الملكي هذه السنوات الاخيره. يعني بكل صراحه كما سبق اللي كنت ندير الفيديوهات في شي لايف فيديوهات اللي كنت المغرب، يعني بكل صراحه لما بدينا نشوفوا فوزي القجع النهضه البركانيه والمنتخب الوطني المغربي، يعني هذا الشيء كونوا واحد الكرة، واحد النهوض بواحد الرياضة في المغرب. يعني لولا فوزي القجع لا شاهدنا كرة القدم توصل بهذا المستوى. كما شاهدوا المستوى ديال الفريق النهضة البركانية والمستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، واحد التقارب، وشفنا تغيير، يعني كلشي تغيير في المغرب. نتمنى ان شاء الله الكأس الإفريقية ان شاء الله اللي غتكون ان شاء الله الانطلاقة ديالها يوم الأحد للجماهير متعطشة بهذه الكأس الإفريقية. يعني بكل صراحة منذ سنة 1976 منذ ذلك الحين ما فزناش بواحد الكأس. يعني دائما كنعانيو إما في دور المجموعات أو في دور النصف ربع النهائي أو ثمن النهائي. دائما كيكون عندنا خروج مر. يعني دائما كان ديما عندنا المقابلات في افريقيا كما كتشوفوا الرطوبه في افريقيا والحراره اللي بعض اللاعبين اللي محترفين اللي ما قدروش يسايروا الحراره ديال افريقيا. ولكن الحمد لله هاد السنه منظمه عندنا في المغرب، الجو جميل. كما كتعرفوا مدينه الدار البيضاء، مدينه الرباط، طنجه، فاس، مراكش، هنا غادي تعودوا المنتخب الوطني المغربي بهذه الاجواء وامام الجماهير المغربيه اللي غادي تكون مملوءه عن اخرها وتملا جنبات الملاعب او ملعب مولاي عبد الله بالرباط، اللي غادي ان شاء الله نشاهدوا واحد الكأس افريقيا بواحد الطراز الرفيع. ان شاء الله غادي يكون احسن كأس إفريقيا اللي تنظم في المغرب وهي دولة المغرب إن شاء الله. وغادي نشاهدوا واحد الفرجة اللي بكل صراحة كلشي متعطش لهاد الملاعب والمنتخب الوطني المغربي من بعد مونديال 2022. غادي اليوم يشاهدوا المنتخب الوطني المغربي بالمغرب وأمام الملاعب المغربية. يعني بكل صراحة هنا خاص تشجيعات الوالد الركراكي، خاصة والد الركراكي. يعني كما شاهدت كاينه واحد الحملة على والد الركراكي من بعد، خاصة من بعد فوز منتخب الرديف أو المنتخب الثاني اللي شارك في كأس العربية وفاز بهذه الكأس العربية. يعني كلشي كيقول طارق سكيتيوي، طارق سكيتي، كل واحد والمرحلة ديالها، كل واحد الطقوس ديالها. كانت الطقوس الإفريقية بوحدها، الطقوس العربيه بوحدها، الطقوس العربيه شمال افريقيا مع طقوس المنتخبات الاسيويه. يعني كما شاهدوا كاين بعض اللاعبين كما حمد الله يعني دائما كنقولها، يعني لعبنا مع المنتخبات الاسيويه، هو مولف يلعب مع منتخب اسيا خصو يعطي، واخا كان خصو يعطي اكثر، كان خصو يعطيها اكثر. ولكن الطقوس الافريقيه خاصك تكون عندك لاعبين مجربين، لاعبين في مستوى اللي كبير، واحد اللياقه البدنيه مزيانه. ما خص تكون الحيطه والحذر ما بين اللاعبين، خص تكون واحد المجموعه اللي قويه ومتناسقه ما بين الدفاع وسط الميدان والهجوم، اللي غادي يعطينا واحد الفريق اللي يكون منسجم، واحد الفريق اللي يكون واحد تنافسي ان شاء الله. وكاين بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين كاشرف حكيمي،
كاين بعض كثير ديال اللاعبين في المنتخب الوطني المغربي باقي ما وصلوا ديك اللياقه البدنيه من بعد الاصابات. كاين بعض اللاعبين اللي ما كيلعبوش 90 دقيقه، كيلعبوا ربع ساعه 20 دقيقه. ولكن ان شاء الله نتمناو والد الركراكي هذا الاسبوع يعني في التدريب كاين واحد التدريب مكثفه. بالنسبه للاعب اشرف حكيمي ربما يدخل 10 دقائق في المقابله اذا كنا فائزين، غادي يزيد يحتفظ به والد الركراكي، يخليه المقابله الثانيه او الثالثه، او حتى ان شاء الله يكون عندنا التاهل الى الثمن النهائي. هنا باش ما نزيدوش نسرعوا او نزيدوا نكلفوا المنتخب الوطني المغربي الاصابات، حنا غادي نمشيو على شكل المقابله وغادي نمشيو على قراءه المقابله. الشوط الاول مع المنتخب زوز القمر اذا شفنا شي رساله غادي مزيان، ما غاديش نغامروا وندخلوا اشرف حكيمي. يعني الا شفنا هذه بحاله الا شفنا مقابله شويه صعيبه، مقابله شويه مزيره، وخصنا واحد الاجنحه او على الليزان اللي يساعدوا الهجوم، ما وصلناش للدفاع ديال منتخب زوز القمر. خصنا لابد نلعبوا حكيمي ديك 10 دقائق، ولكن صعيب تلعب حكيمي بعد الاصابه ديالو بالرجوع ديالو يعني باش يولي. ولكن حنا ان شاء الله خصنا نعطيو ديك 10 دقائق باش يرجع اللياقه البدنيه ويرجع بالاجواء، باش يرجع الاجواء الافريقيه ان شاء الله، باش يبدا المقابله الثانيه او الثالثه، او نتمنى ان شاء الله تكون مقابله سهله. يعني كما كتعرفوا المقابله الاولى في كاس افريقيا دائما تكون مقابله صعبه، يعني الكل جميع المنتخبات يبغيو يفوزوا في المقابله الاولى باش ياخذوا 3 النقاط، ومن بعد ديك 3 النقاط باش يسيروا المقابلات الاثنين اللي باقي. يعني كتكون عندك 3 المقابلات، يعني اذا ربحت المقابله الاولى غادي تسهل عليك المأموريه، المقابله الثانيه غادي تعرف كيفاش عندك المقابله الثانيه والثالثه. يعني ديجا عندك 3 النقاط، خاصك 3 النقاط باش تكون تأهل، يعني 6 ديال النقاط راك متأهل 100% للدور الثمن النهائي. هنا ان شاء الله حنا عندنا ثقه في الوليد الركراكي، عندنا ثقه في اللاعبين المنتخب الوطني المغربي اللي دائما يعطيونا واحد طابق كروي جميل كما كتعرفوا في ملعب الرباط او في الدار البيضاء امام الجماهير اللي غادي تعطي واحد الدفعه قويه للمنتخب الوطني المغربي، اللي ان شاء الله احنا بغينا هذا الكاس تبقى هنا في المغرب. يعني بكل صراحه هذا الكاس بغينا، هذا كاس افريقيا ما تمشيش، ولكن هذه كره القدم فيها منهزم وفائز. نتمناو المنتخب الوطني المغربي يكون مع الصف الفائزين ان شاء الله باش يوصل النهائيات. يعني احنا غادي نمشيو مقابله، احنا ما غاديش نفكروا اليوم المقابله النهائيه باش نفوزوا الكاس الافريقيه، لا هذا غلط. هنا ما خصناش حنا نديروا واحد الضغط على اللاعبين او على المدرب، يعني خصنا نفوزوا بالكاس افريقيا، لا خاصنا حنا نمشيو واحد اتجاه واحد، خصنا نفوزوا على منتخب زوز القمر. حنا ما خصناش نفكروا في كاس افريقيا نفوزوا بها، حنا خصنا نفكروا الفوز في المقابله الاولى اللي مهمه. المقابله الاولى هي اللي مهمه، اللي غتعطينا مشوار البطوله. هنا غادي يكون المقابله الاولى غادي تزيد مقابله بعد المقابله، اللاعبين غادي يزيدوا يستانسوا مع الاجواء الافريقيه، مع الجماهير المغربيه. كما كتعرفوا الجماهير المغربيه الا شافت غير شويه الفريق مضعضع، فريق ماشي هو هذاك، ربما يبقاو يصفروا، ربما يديروا الضغط على وليد الركراكي دخل لي شونجمون، بدل لي شونجمون، دخل هذا، يولي الجماهير المغربيه هي اللي كتحكم في التريبين، في المدرجات كتقول دخل لاعب هذا، دخل هذا، بلا ما نقول الاسم ديالهم. وكتعرفوا اللاعبين، يعني اللاعبين المهاجمين النصيري واللاعبين اللي كتعرفهم كاملين ديال المنتخب الوطني المغربي. يعني هنا المدرب عنده واحد القراءه، عارف القراءه اللي غادي يدخل بها، وعارف باش شنو غادي يكون عنده في التغيير
في الشوط الثاني غادي يشوف المنتخب الخصم كيفاش يلعب، واش يلعب على لي كونتراتاك او يلعب بلوك 1 ولا دو، ولا يلعب على الاجنحه، او يلعب كرات طويلات او يلعب كرات قصيره. يعني احنا خصنا اللمسه ديال اللاعبين ديالنا، يعني كل لاعب في المكان ديالو باش ان شاء الله نفوزوا. حنا خصنا نفوزوا المقابله، ما حنا ما يهمناش كاس افريقيا. ما خصناش نقولوا ما المنتخب الوطني ما قدمش واحد المستوى جيد، ما قدمش واحد المردود. لا، كاس افريقيا تربح ولا تلعب. كاس افريقيا اللي بغى يفوز، راه تقريبا جميع المنتخبات اللي فازوا بكاس افريقيا يعني فازوا بالمقابله، ولكن بقعة الملعب لا فرجه ولا والو، يعني وصلوا النهائيات. يعني اخر نقولوا احنا المنتخب الكوتيفوار النسخه الماضيه، المنتخب الكوتيفوار كان مقصي، كان تقصى، ولكن سبب المنتخب المغربي اللي فاز، اللي خلى المنتخب الكوتيفوار زاد كمل، وفي الثالث دق هو اللي دا كاس افريقيا. كان بدا ضعيف. هذه هي اللي خص يكون الجمهور ثابت ويعاون ويشجع المنتخب الوطني المغربي من اول دقيقه حتى نهايه صافره الحكم من المقابله. والمقابله كتلعب في 90 دقيقه، ماشي تلعب في 10 دقائق او 15 دقيقه او 30 دقيقه. المقابله كتلعب حتى 90 دقيقه، ربما يجي الهدف اخر ثواني ديال الوقت الضائع من المقابله، ربما يجي من بعد ديك 90 دقيقه يجي 5 دقائق اللي ربما تجي كره طائشه بضربه راسيه لاعب نصيري كما نعرفوا. ضربه نعرفوا حنا المنتخب الوطني المغربي لما يكون التعادل كيف في اللحظات الاخيره كيضغط، وربما تجي ضربه خطا او ضربه زاويه. اللي عندنا لاعبين في مربع العمليات كاللاعب النصيري، اللاعب الكعبي اللي كيمتازوا بضربات الراسيه، والكعبي عندنا كيمتاز بالضربات المقاسيه كذلك وضربات الراسيه. عندنا لاعبين اللي عندهم الجرينتا، وحنا ان شاء الله نساعدوا المدرب. يعني ماشي نمشيو نقولوا طارق السكيتيوي فازنا بكاس العربيه صافي نضغطوا من دابا حنا نقولوا لا خصنا نغيروا المدرب، نبدلوا المدرب، نجيبوا طارق السكيتيوي. لا، كل منتخب عنده الدور ديالو. راه المنتخب الرديف يعني خصنا نشوفوا مع من المنتخب تلعب. راه يلعب مع منتخب السعوديه، منتخب الاردن، منتخب الامارات، ولكن المنتخب الكبير ما ننساوش وليد الركراكي لعب مع اسبانيا، مع البرتغال، مع بلجيكا، يعني اللي عطاهم درس. يعني ماشي حنا غادي نمشيو نشوفوا غير دينا كاس العربيه صافي هاد اللاعبين اللي يستحقوا المنتخب الوطني المغربي او هاد المدرب. لا، ما خصناش نطيحوا به. وليد الركراكي هو اللي وصلنا، وليد الركراكي هو اللي فتح الباب، وليد الركراكي هو اللي فتح لنا في سنه 2022. ولكن ولا الجمهور طامع، الجمهور المغربي ولا يطمع. ودابا الان ولاو المنتخبات العربيه يتمناو يفوزوا على المنتخب المغربي، وكل المنتخبات العربيه والافريقيه والاسيويه يتمناو يفوزوا على المنتخب المغربي. هادشي كيرجع لفضل وليد الركراكي مونديال 2022. يعني ما نبقاوش حنا نتكلموا ونقولوا لا تغيير المدرب، حنا ما نتبعوش النتائج. حنا خصنا نجلسوا على الطاوله نشوفوا نتفرجوا نشوفوا فين هو المشكل، حنا مع من نلعبوا شنو هاد اللاعبين اللي عندنا. هذا راه بزاف اللي انا شخصيا كنتقد حمد الله. راه واخا سجل البارح يوم امس سجل كان بداتو كون ماشي حمد الله ما كناش غادي نفوزوا بكاس العربيه. ولكن كل لاعب خصنا نحطوه في بوست. الحمد لله كيلعب في اسيا ولعب مع المنتخبات الاسيويه، كنعاود لها يعني خصو يعطي اكثر. يعني واخا داك الشيء البارح شو الهدف الاول جا مبرول، جا غير هكا ضرب في البارا ولات عنده ضرب ولصقها صافي. راه اي واحد كان تما يلصقها، اي واحد يلصقها، يعني ضرب فيك وتمنى ديرها غير كيما نقولوا. هو وشنو ثقيل، لاعب ثقيل ما يقدر يدريب. داك شفتو جاوه بعد الكرات اللي ما قدرش يدخل في كارير 18، يعني غير ما قدر مفيكسي.
راه ماشي نقولوا حنا نجيبوه المنتخب الاول يلعب في افريقيا. راه افريقيا الدفاع ديال المنتخبات، الدفاع ديال المنتخبات الافريقيه ماشي هو الدفاع ديال المنتخبات الاسيويه. يعني اللياقه البدنيه والجسمانيه الافريقيه راه الحمد لله راه ما تيبان والو، وجبناه. ماشي حنا نهضروا على الواقع، جبناه لعب معنا في المنتخب الاول اللي ما عطاش بتاتا. جميع المقابلات مع المنتخب الاول مع وليد الركراكي او شي حاجه الحمد لله راه ما عطاش. يعني ماشي غير البارح عطانا صافي نديرو وناضو كاع ديك الاجوبه ديالهم وكل شيء. يعني بقاو يشكروا طارق السكيتيوي. السكيتيوي مدرب جميل وكذا، ولكن خصنا نتعاملوا بطريقه. حنا جاينا كاس افريقيا، ما خصناش نديروا الضغط. ها هو طارق السكيتيوي عيط هاد اللاعبين ووليد الركراكي ما عيش هاد اللاعبين، لا هذا غلط. اللاعب انا متفق مع وليد الركراكي ومتفق مع طارق السكيتيوي. طارق السكيتيوي جاب اللاعبين المنتخب الثاني الرديف، واخا كان بعض الاعطاب وبعض البليسات اللاعبين اللي ما حضروش كلاعبين ديال فريق النهضه البركانيه، كان المليوي اللي كان راس حربه يعني بكل صراحه. المليوي والجهه اليمنى اللي فيها اللاعب المهيري حتى هو تصاب. الدفاع كان اللاعب العسال. البارح عانينا يوم امس مع الاردن، عانينا بخروج جوج ديال اللاعبين في الدفاع. كانت عند الثغره للمنتخب الوطني المغربي. الحمد لله قراءه يعني الحمد لله. طارق السكيتيوي لما شاف الدفاع يعني خرج وضعاف، خاصك لابد تغييرات واحد الدفعه اللي دفع ثلاثه باش ان شاء الله باش الكره نخليوها غير الهجوم. كنهاجموش باش نخفوا على الدفاع، داك الشيء مشى الحمد لله. ولكن كما كاش داك لي شونجمون كنا غادي نستقبلوا الهدف الثاني والهدف الثالث والهدف الرابع. ولكن الحمد لله ثلاثه ديال اللاعبين في دفعه واحده باش نخفوا على المدافعين. يعني كل مقابله القراءه ديالها، كل مقابله اللاعبين اللي خصك تشتغل بهم في بقعه الملعب ويعطيوك الحلول. لاعبين اللي يعطيوك الحلول اللي يستافدوا خطا او بشي حاجه باش ان شاء الله. هذا الشيء اللي نقولوا حنا كاس العربيه خديناها بطريقه مع طريق سكيتيوي واللاعبين المحليين واللاعبين اللي يلعبوا في اسيا. يعني لعبنا مع منتخب اسيا، منتخبات اسيا يعني لابد خص تعطي. ولكن اليوم هذا الاسبوع في نهايه الاسبوع يوم الاحد عندنا بطوله اللي قاصحه، بطوله اللي قويه اسمها كاس افريقيا. وما ادراك ما كاس افريقيا، وما ادراك من المنتخبات الافريقيه. المنتخبات الافريقيه يعني اليوم ما بقاش منتخب ضعيف او يعني جميع المنتخبات كبيره، كلشي كتوجد. يعني ماشي يجيو هنا يعني بواحد السهوله غادي غير يشاركوا. الكل يجي يطمع باش يوصل للنهايه، يعني عارف غادي جاي يتلقى الملاعب جيده، يتلقى لي زوطيل اللي يعني بكل صراحه اليوم اي منتخب افريقي راه موجود في اوتيل 5 النجوم اللي ما سبقش حتى شي منتخب افريقي خدا واحد الاوتيل ديال 5 النجوم. كتشوفوا المغرب، الطقوس، الطبيعه، الاجواء، الاكل، يعني كل شيء مناسب لهاد الافريقيا. غادي يجيو يتلاقاو داك الشيء واحد الراحه غادي يكونوا يدخلوا. ولكن بالعكس حنا كنا نمشيو نلعبوا في افريقيا ما نجبروا السخانه الحاره، ما نجبروا الحافلات، ما نجبروا يعني ما نكملوا الماتش حتى نهبلوا. علاش كنا نوصلوا غير نبدلوا المجموعات النصف النهائي نجيو نروحوا صافي. جمع الباليزه، جمع قش، دير الكيطون، داك الكيطون اللي كديروا باش تخيم راك في ساعه تجمعوا. راك ملي نمشيو لافريقيا نديروا غير الكيطون نخيموا فيصل باق فوق ما قالوا لنا جمعوا حوايجنا نجمعوا سكرانجي. ولكن دركي في المغرب باوط الماكله انا فين غادي بستيفان المنتخب يجي يلعب يصبح لك ناعس ما يبرز حتى شي واحد. حنا مش كنا نمشيو نلعبوا المنتخب نمشيو كنتلاقاو العرس في لوطيل، داير العرس الفوق في المنتخب يعني المنتخب الوطني المغربي مقيم تحت، والفوق الاوتيل داير العرس اكسترا على المنتخب الوطني المغربي وعلى الفرق المغربيه. يعني فريق النهضه البركانيه كان سافر، ربما فريق النهضه البركانيه كان سافر وفي واحد خدا واحد لوطيل، ولكن داروا فوقه واحد العرس يعني خلاوه الليل كامل ما نعش. ولكن الحمد لله النهضه البركانيه جابت النتيجه خارج الميدان. حنا اللي يهمنا المنتخب المغربي ان شاء الله باش
الجماهير المغربيه خصها تعرف، خصها تساند المنتخب المغربي، لاعبين، وليد الركراكي. يعني ماشي وقت ديال وقت التغييرات او وقت التدريب او نفكروا في كاس العالم. ما نفكروش في كاس العالم، حنا عارفين كاس العالم راه جايه في 2026، غادي نلعبوا المقابله الاولى مع المنتخب البرازيلي، وما نفكروش حنا نفوزوا بكاس افريقيا ونمشيو على وصلنا كاس العالم، وصلنا لنصف النهائي، خصنا نوصلوا للنهايه. لا ما خصناش، حنا المغاربه، حنا المغاربه فيستا كنبغيو نطلعوا، حنا فيستا يعني الا ما طلع بشويه بشويه، شويه بشويه. حنا عندنا كره كاس افريقيا، نفكروا المقابله الاولى، ما نفكرش انا ما نفكرش في النهايه، نفكر في المقابله الاولى. المقابله الاولى هي اللي تفتح لك الابواب، 3 النقاط، هي اللي تعطيك القوه، هي اللي تعطينا الرؤيه ديال المنتخب الوطني المغربي كيفاش غادي يظهر. ونشوفوا لاعبين، نشوفوا عودة أشرف حكيمي بعد الإصابة، نشوفوا اللاعبين، حارس مرمى ياسين بونو واش بقى في المستوى ديالو اللي شفناه في قطر 2022، يعني في 2022 حتى اليوم احنا في 4 سنين. واش ما يمكنش جميع اللاعبين غادي يبقاو نفس المستوى اللي كان في 2022، راه بالمستحيل. اي واحد كيطلق عنده اللياقه البدنيه نقاص، كاين يقدر حتى الجري ينقص له ديك الجريه، يعني ديك الجرينتا ديك بزاف ديال الاخر. المهم ياسين بونو نقص شويه، حارس مرمى ياسين بونو نقص الاولى. عندنا الدفاع راك تشوفوا عندنا شويه كما تلعب سايس غادي تلعب الخبره ديالو، يعني سايس وصل واحد اللاج وصح، يعني ما غاديش يقدر يجارى مع الكره ولا يلعب 90 دقيقه مع لي زافريكا، والله يعني عنده هو، ولكن خصو يتعامل مع المقابله. المدرب يعني عارف بلا المدرب وليد الركراكي وسايس عنده خبره، غادي يجري، خصو يعرف هو راسو يجري اللاعب خصو راسو يجري المقابله على حسب اللياقه البدنيه. ماشي غادي ندخل نجري انا كيما نقولوا بحال الهوات غيدخل يصفر الاربيط يقول هو صافي، هو دار الشبكه، بقى يجري يكمل بريمير مينوت يدخل دوزيام مينوت صافي كمل، قايدوا لهم شونجمون. لا، هادو محترفين. سايس كان اللاعبين اللي كبار اللي قال لي يلعب كره، عارف الاجواء، اجواء المقابله، عارف المقابله فين غادي توصل، عارف فين غادي تكون المقابله مبدله. الشوط الاول غادي يكون واحد الريتم، الشوط الثاني ريتم اخر، يعني خصو دائما يخلي واحد اللياقه البدنيه للشوط الثاني كتكون عنده، يعني بكل صراحه راه الكل خص تخلي الجرينتا، اللاعبين اللي غادي ربما الفريق الخصم غادي يضغط عليك، خصك تكون الدفاع خصو يكون عاوتاني صالب، يعني ماشي سهله الكره، ماشي سهله، خاصه المدرب. اما الجمهور راه غير يتفرج، يدير لك هكا يتفرج، يقدر يشرب ديك الكاس ديال لاتاي وراه يتفرج ويشوف، وما عرفش بلا داك السكير عنده القلب وجوج رجلين ويجري ومنا ما عينو في الكره، ما عينو في اللعاب، ما عينو في الباس، ما عينو في الاورجو. واش غادي يكون اورجو؟ وما حنا اللي غادي نتفرجوا او لا نتفرجوا بعيدينا. انت علاش ضيعها، علاش زلق طاح، علاش كدا منا، المدرب بالك بعيان، بالك عليا المدرب، جيبوا سكيتيوي، جيب سكيتيوي. لا هادشي هاوي ديال الهوات، هاوي. يعني اليوم انا البارح انا شاهدت بالله في المنتخب الوطني بالكاس العربيه، يعني كنت قال سكيتيوي، اللاعبين هادو قدموا مقابله، خص تلعب كره. المنتخب المغربي راه احسن المنتخبات الاسيويه، ولكن خصنا نفوزوا، ماشي حنا خصنا عاد نحصلوا معاهم. واخا هكا حصلنا مع الفريقين، ولكن نقولوا واقعيين. الكره المغربيه متالقه، وصلنا العالميه، ولكن خصنا نشوفوا مع من لعبنا كاس العربيه، ماشي نبدل هذا نجيبهم يلعبوا مع البرازيل ولا البرتغال ولا بلجيكا، ولا البرتغال ولا اسبانيا، ماشي هي الاردن ولا الامارات، والله باش تقول لي لا ندي دوك اللاعبين نجيهم. خص اللاعب يكون ذكي، واللاعب يكون محترف، ويكون عارف الطريقه ديال المدرب، ويقرا الطريقه ديال المدرب، والمدرب غادي يوصل لهم الخطه والطريقه باش تلعب الكره، كيفاش تلعب انت والصديق ديالك. هادشي اللي كاين. حنا ان شاء الله حنا في الطريق الصحيحه،
يعني هاد السنه كما شفتوها الاو 20 اللي فاز بكاس العالم، فزنا بالكاس الافريقيه للمحليين، فزنا بالكره النسائيه كذلك، والكأس العربية والفرق المغربية، فريق النهضة البركانية، الجيش الملكي. ونتمناو ان شاء الله العودة ديال الفرق الاخرى، الوداد والرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي وجميع الفرق الوطنية المغربية. احنا ما خصناش حنا نفرقوا هذا او هذا، جميع الفرق الوطنية المغربية اللي تشتغل اللي تشتغل مرحبا نشجعوها، اللي تشتغل. مش احنا في المغرب نشوفوا فريق مجتهد ونجيو نطيحوا عليه، كما مثلا فريق النهضة البركانية وصل لواحد المستوى اللي جال في افريقيا، وكل فرق ولاو خابيه، حنا غير بيناتنا. الرجاء لا حنا خصنا نلعبوا، الوداد لا خصنا نلعبوا عصبة الابطال، لا. كاين بركان، كاين المغرب الفاسي، كاين المغرب التطواني، كاين اتحاد طنجة، كاين اولمبيك اسفي، كاين النادي المكناسي. جميع الفرق الوطنيه عندها الحق تلعب في عصبة الابطال او كاس الكونفدراليه، كتمثل الرايه المغربيه، ماهيش تمثل الرايه. يعني ماشي نمشيو حنا نقولوا حنا خاصه. يعني صراحه وداد الرجاء كانوا، ولكن حنا لما بعد، يعني قبل من كانت الرجاء والوداد كان المنتخب الوطني المغربي ضعيف، وكانوا عندنا الفئات الصغرى ضعاف. ولكن لما شاهدنا فريق النهضة البركانية وبعد الفروق اللي بدينا نشوفوا تحسن المنتخب المغربي. يعني هاد العشر سنوات الأخيرة، يعني شكون اللي 10 الأخير، يعني شكون يعني نهار اللي شد فوزي القجع الجامعة الملكية المغربية، يعني كما نقولوا الخطة والطريقة اللي عطاها لهم محمد السادس نصر الله، اللي عطى كما نقولوا ذاك الكتاب الفوز ديال القجع، عرف الرجل المناسب في المكان المناسب، وخدم الكره المغربيه من طنجه للقويره. يعني ملاعب اللي كما كتشاهدوا ملاعب في المستوى. يعني اي واحد غادي يحكي لنا كيفاش كنشوف الغياس، كان غير في الغياس. انا لعبت في الملاعب الغياس، كدير تمشي كتجري كتحصل لك السبردينه وكتمشي، كتحصل لك في الغياس، كتمشي في الغياس وتمشي. الكره هكا فيها الغياس، كما قال السي الهراس الله يذكره بالخير، قال لك ذاك الوقت لما كنت نتيري كره بحال اللي تيري خروف، قال كان تيري كره بحال اللي تيري خروف. ديك الكره ديال بكرياك شوف ماشي بحال الكره ديال اليوم، والكازو والتريبين فيه تريح، كاين دايرك الكرسي. اما قبل ما كان غير السلك، والله يديروك السيمه بارده، كان البرد السم البرد. اليوم الجمهور عنده المقعد النمره ديالو، وكاين بعض الملاعب فيها حتى الشوفاج، فيهم حتى الشوفاج اليوم، الانترنت، يعني كلشي واجد. وهذا الشيء اللي كاين حنا اليوم. ان شاء الله الجماهير خصها توعى في المغرب، خصهم يعرفوا بلا فرق المغربيه كلشي بحال، ما كاينش فرق في هذا او فرق. انا ماذا بيا جميع الفرق كل سنه جوج ديال الفرق يكونوا في عصبة الابطال، وجوج ديال الفرق كاس الكونفدراليه الافريقيه. يعني كرة القدم عندك 3 أو 4 ديال الفرق، جوج كيشاركوا في عصبة الابطال، وواحد الفريق كيشارك كاس الكونفدراليه الافريقيه. ولكن كان فاز واحد الفريق بكاس العرش او اخر، ربما يزيد حتى الفريق الرابع. يعني جوج كونفدراليه وجوج عصبة الابطال، كما شاهدنا كما هاد السنه عصبة الابطال فيها فريق النهضة البركانية وفريق الجيش الملكي. النهضة البركانية لعب جوج ديال المقابلات، حصل 6 ديال النقاط عن جدارة واستحقاق في الصف الاول. الصف الاول النهضة البركانية، فريق الجيش الملكي ظهر بواحد المستوى اللي متذبذب، عنده نقطة واحدة. وفي الكونفدرالية فريق الوداد البيضاوي ربما عنده فوز وتعادل. ما نسان هاد كأس العربية وهاد المنتخبات
كاس العالم كلشي نساونا كلشي، وكاين اولمبيك اسافي، اولمبيك اسافي ربما عندها تعادل. ان شاء الله هنا حنا خصنا نشجعوا، واخا نقولوا هنا ما خصناش نقولوا حنا خصنا نمشيو لعصبه الابطال، ماشي الوداد يقول لك خصنا هذا العام حنا نلعب، لا. بركان اجتهدت، اجتهدت، وصلت واحد كيما شفتوا المجموعه كتلعب، اللاعبين، المدرب اللي يعني بكل صراحه انا كنحسبوا احسن مدرب في البطوله الوطنيه المغربيه، بالطريقه اللي كيلعب، بالطريقه اللي كنشوفوه يطبقها مع اللاعبين بوقعة الملعب، لاعبين، التغييرات اللي تغير. ما عليناش، حنا ان شاء الله فزنا بكأس افريقيا العربيه يوم امس، مبروك الجماهير المغربيه. كما يقولوا هما هاتوا المغرب، حنا جينا. تا المغرب ما كانوش بدوك العاجزين، قالوا حنا اللي جا نعطيه طريحه، اجي انت برا، بغيت انت وشنو، هاتوا المغرب اجي لعب معنا برا، انت ثاني اجي روح برا. كملنا سالينا جبنا كاس العربيه ان شاء الله في المغرب. دابا نتحزموا حزامه، دابا الصح درك جا الصح، الحزامه زير حزامه وشجع الفريق، وديما شي كتبه زوينه كذا، شي حاجه اللي تكون زينه، ماشي لا المدرب بالك عليا كما قلت لكم انا المدرب دخل لا ما جابش هذاك، لا ما جابش المدرب ولا يدرب. اي واحد اذا جينا حنا خصنا كاع نمشيو ندربوا، يعني حنايا في جماهير المغرب ما كرهناش، كلشي نمشيو ندربوا، نريحوا كاع نديروا كرسي قدام وليد الركراكي وندربوا. انا نجيب اللعاب، انت تجيب اللعاب، هذاك يجي اللعاب، انا عندي قراءه، نشوف القراءه ديالي وشنو خصني، وشنو التكتيك ديالي، وشنو المنظومه اللي نلعبها، وشنو اللاعب المناسب اللي غادي ندخلو. انا ماشي غادي نجي نشوف شنو عندي، خصني نشوف مع من غادي نلعب، نشوف بعدك مع من نلعب، عاد نشوف شنو خصني نجيب لهاد الفرقه. ماشي نجيب اللعاب هذا يلعب مزيان يدرج مركا هذا مركا الباح اصابه، علاش ما ديش للمنتخب جيبو يلا دير المنتخب؟ لا خصني نشوف مع من نلعب، خصني نلعب هذاك فريق قوي ودفاع، عنده وسط الميدان، عنده لي كونتراتاك لي زال، خصني الدو والطروه، خصني نفتش عليه، نقلب عليه فين راه، واش راه في بركان، راه في وداد، راه في الرجاء، راه في اولمبيك اسافي، نقلب على الدو، نشوف تا دوك لي جينيور لي كادي فين راهم، لي جينيور كادي، نشوف ربما يكون شي لاعب، كاين بعض اللاعبين اللي يكونوا جينيور والفريق ديالو ما عارفوش. هنا اش نقولوا حنا خصنا نقلبوا المدرب عارفوا شنو يدير، وليد الركراكي عارفوا شنو يدير، راه ما وصلش للنصف النهائي غير هكذا، ما وصلش للنصف النهائي هكا. يعني انا دائما مع وليد الركراكي، يعني انا ما غادي نتفق حتى مع شي واحد، انا دائما مع وليد الركراكي، وانا عاودت لها وديما كنقولها، يعني فيديو قبل كاس العالم 2022، يعني قلت عندنا فريق 4 الاوائل، الحمد لله فيديو باقي، قلت 4 الاوائل، ولكن ديك الشيء اللي كان حققنا المرتبه الرابعه، وصلنا للنصف النهائي، ويعني قلت الحمد لله ما خصوش يمشي لقطر، خصنا نمشيو نديو النصيري وكعبي، يعني واخا هادو لاعبين، يعني ما عندناش يعني كان عندنا شي 9 مزيان، ماشي نقول لك نصيري، ولكن عندنا حنا حتى الساعه عندنا اللاعب النصيري واللاعب الكعبي وشويه ديال الرحيمي، وكاين حتى اليوم المليوي لاعب النهضه البركانيه، ولكن بليسي العطاب داكشي اللي بالمستحيل باش نرجعوه. هادشي اللي حنا ما خصناش نتقلقوا ونشوفوا النتائج، حنا غير يمركيو علينا الهدف، نولي يمركيو علينا الهدف نرجعوا المدرب انت الغلط ديالك، علاش ندخل هذاك ومريح هذاك، مريحو مخليه في البنك، ندخل هذاك اللي كيطلع مزيان كيهود مزيان، حنا هذا ما نعرفو يطلع مزيان، لا ادرج لي كره، لعب لي كره وحده اندو باق خفيفه، اللي يطلق كره يلعب كره، باش انا داك اللي هنقل يطع با كيما صحاب اللي يعجبهم حمد الله غير في اسيا، ولعب في المنتخب، لعب مع منتخب اسيا، راه ما لعبش مع المنتخب الافريقيه او الاوروبيه باش تقول لي شي حاجه.
وانا راه ديما نقول انا عندي القراءه ديال اللاعبين، انا اي لاعب كتكون عندي قراءه ديالو. انا غير البارح ماركه اصابه مطرفشه ديك الهوله، غيقولوا ليش الهدف، واش داك الهدف انا غير ضربت فيه، ضربت في البارة دخل فيه هكا صافي. جا هادو الاخرين مع المنتخب الاردني ضعيف دفاعيا مع مدهدل، راك شوف الاخر غيقاسم بالكوتسيزو مشات عوجه، هو حاز الكره بركا صافي نجيبو صافي ماركا صافي ديه الكاس ديه. ها وليد الركراكي، ها وليد الركراكي واش ما شفتش، واش ما شاهدتش الحمد لله راه ماركا البارح البوت، علاش ديه النصيري. لا ما نتفقش معكم. انا النصيري لاعب اللي شوفوا النصيري كيدخل يدافع كيرجع كيولي والحمد لله يدخل كما في الكاري غير تما، هو عطيه غير قدام البارة دوك الجبارات يوقف، دوك الجبارات يوقف بقى غير يضربها ها ما يجري ما يعرف يراوغ ما يعرف حتى شي حاجه. راه ناقش انا باي واحد وناقش انا المدربين، ناقشت جميع المدربين يعني نفس هذا الحال، يعني كانوا بغاو يمشي لقطر في مكان نصيري، ولكن اعطيتهم واحد المعطيات. يعني كاين بعض المدربين، ولكن اليوم خاصنا نخليو المدربين يخدموا. طارق السكيتيوي خدا المهمه بنجاح، جاب لاعبين، نظم الصفوف ديالو، قرا القراءه ديال المنتخبات اللي جراها. يعني واخا كان عنده داك الشيء ضعيف، لاعبين ضعاف، ماشي نقولوا لاعبين كانوا في المستوى كبير كما اللاعب الزحزوح، يعني انا نقولها بالاسماء. اللاعب الزحزوح راه ما قدمش شي مقابله، يعني كان غيجري الزحزوح، كان غيجري البارح، كان غيجري. وجميع المقابلات اللاعب الزحزوح واحد اللاعب شفتو بعض اللاعبين كسميتهم بعدك، واحد اللاعب مشالي كان في الراس مشالي سبحان الله هذاك ماشي مشكل. كاين بعض اللاعبين ولكن ما عنيناش، حنا خدينا المهم اللي المهم هو الكأس العربيه. راه درك ما بقاش واش درت، واش لعبت، واش قدمت، واش سجلت، واش لعبت مزيان. يعني شنو قالوا؟ غادي يقولوا المنتخب المغربي هو اللي فاز بالكأس العربيه للمره الثانيه، يعني فازها في 2009 كنظن 2019 في 2019 فاز المنتخب الوطني المغربي باول كأس عربيه. واليوم سنه 2025 كيفوز للمره الثانيه الكأس العربيه عن جداره واستحقاق. واخا كانوا عندنا الاعطاب التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن طارق السكيتيوي قدم مقابلات جيده، وعنده بعض اللاعبين اللي نظم الصفوف ديالهم وعطى واحد النكهه خاصه للمنتخب الوطني المغربي. كما شاهدتوا المنتخب الوطني المغربي مقابله بعد مقابله بدينا نشوفوا واحد التحسن وواحد الانسجام ما بين اللاعبين. هذاك الشيء اللي شفنا المقابله الاخيره والمقابله النهائيه بواحد الطراز رفيع، لا بالنسبه للمنتخب المغربي ولا المنتخب الاردني. يعني كاع بداو بواحد الريتم. الا شاهدتوا المقابلات يعني خصكم تشاهدوا المقابله، يعني مشينا بشويه ولهذاك الشيء علاش تلاقينا بجوج بينا ودرنا واحد المقابله اللي جميله، اللي بكل صراحه الكل ذوق ديك 120 دقيقه ما كرهوش المقابله. حنا كنا نتمناو المقابله تنهي، حنا كنا فائزين، ولكن الفريق الاردني كان من هذا كان يقول يا ربي نزيدوا 120 دقيقه اخرى. يعني الفريق الخاص دائما يقول لك يا ربي نزيدوا 120 مقابله شيقه وجميله، ولكن خاسرين نزيدوا 120. ولكن حنا رابحين ما كرهناش، سجلنا الهدف ويقول الله ربي تصفر يقولنا صافي ونديو داك الكاس الله يعاون السلام عليكم. ولكن حنا الحمد لله كاس عربيه كما شاهدتوها جميله. الجمهور او الشعب المغربي من طنجه للويره كانت ليله بيضاء يوم امس، يعني بكل صراحه ومع فصل الشتاء واش والله يرحم الفيضان ديال اسفي ذيك الاخر، يعني ترحموا عليهم. وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. حنا عندنا كما قلت لكم كاس افريقيا اللي غتجرى ان شاء الله يوم الاحد. يعني خصنا نساندوا المنتخب المغربي، نساندوا وليد الركراكي ونشجعوا. ما فكروش حنا ما نمشيوش مع الصحف ودوك اللي كان غير يهضر، يعني نقولوها بصراحه. الصحف او الراديويات راه ما كان والو، اللي كيجي محلل او يجيبوا شي حاجه كل واحد يجيبوه. راه
لا علاقه لهم بكره القدم. يعني كنشوف بزاف، انا ما كملش، كان بزاف ديال الراديوات او في اليوتيوب او الفيسبوك كيدخل يحلل لك، يقول لك هذا طريق سكيتي او الدركراكي او الدركراكي. وشكون اللي جاب لك النصف النهائي؟ يلا قول لي شكون اللي جاب لك النصف النهائي؟ وشكون اللي وصلنا للعالميه؟ وكيف شكون اللي وصل الكره المغربيه حتى لهذا حتى اليوم؟ واش كنا شفناها؟ يعني المخير فيكم راه اللي عنده 50 60 70 سنه راه ما شافش هذا الشيء اللي شافه هذه السنه، خاصه سنه 2025. يعني اللي شاف شي حاجه يقول لنا مرحبا مرحبا، يقول لي فوقاش المنتخب الوطني المغربي تألق، وفوقاش المنتخب الوطني المغربي فاز بكأس افريقيا. فزنا مره في 2009 و 1976. منذ ذلك كنجيبوا المدربين، غير المدرب، بدل المدرب، جيب مدرب، جيب لاعبين، جيب هذاك، جيب لنا، جيب اوروبا لنا منا. ولكن بشويه بشويه جا من بعدها السي فوزي القجع اللي بكل صراحه تمكن، عرف الطريق الصحيح الكره المغربيه والرياضه المغربيه، اللي نهج واحد النهج اللي كان ثابت، واللي ظهرت المغرب عطى واحد الصوره الافريقيه والعربيه والعالميه، اللي اليوم ولا الكل يتكلم على المغرب كيفاش خدم، الرجال ديالها كيفاش يتعاملوا مع الفئات الصغرى، و17 و16 و20 اللي فازوا بكأس العالم، وعلى منتخبات كبيرة كالبرازيل، أرجنتين، أمريكا، كندا. والمنتخب الأول سنة 2022 اللي فاز على البرتغال، إسبانيا، كندا. ويعني وصلنا بواحد يعني الخدمة اللي خدمها فوزي الشقع، خصنا نشكروه. راه حنا اول واحد خصنا نشكروه هو فوزي القجع. ما نمشيوش حنا نقولوا هذا المدرب. يعني شكون دارو شكون رسم الطريق؟ حنا خصنا نرجعوا بالاول. هادشي اللي كنت نقول لكم انا، ما خصناش نشوفوا في التاريخ، حنا كنستناو اللقب خصنا نديو الكاس، خصنا نديو الكاس، نجيو الكاس. ولكن شوف شكون يخدم الماكله من طيبها، ما عرفتش نقولها طايبه. خصك تجيب زلاميط، دير الغاز، تشعل الغاز، دير الزيت، البصله، المطيشه، واش تطلع زينه ولا واش تطلع مزيان. هكا اللاعبين، واش اللعابه عندك مزيانين باش تطلع الماتش يطلع مزيان وتفوز، هكا المربوطه باش تطلع زينه. شويه انا قلت لكم التاريخ، التكتيك الطريقه بنادم خصو يفكر شويه ويعرف شويه، يقول والله بصح هي هذه الهضره. نهودوا الله ما نطلعوش، نهودوا الله. داك الكريك اللي نطلعوه، الطوموبيل طلعها بكري وتهودها، طلعها وتهودها، تبدلها البنو. ايوا هكذا نهودوا حنا بشويه. حنا اللي جا نقولوا له مرحبا، والنيه كما قال الدرك النيه. وفي الاخر هاك شوف يقولوا لنا هاتوا المغرب، حنا واجدين، روح سير. حنا غير النيه ديال المغاربه والنيه ديال المدربين ونيتنا حنا كما نردوش الهضره يعني، وكنمشيو كنربحوا. وسبحان الله ربي كيعطي الفوز والربحه للمغرب. وشو حنا جينا ساهله الربحه، ما نتعياو بها ما والو، ما كناش نتعصبوا. كنا دائما نتعصبوا مع المنتخب المغربي كل 4 سنوات في كأس افريقيا. دائما في دور المجموعات كنخرجوا الربع النهائي، النصف النهائي. علاش خسرنا؟ ما ننساوش ديك الخساره اللي كانت مع البنين، منتخب البنين في الثمن النهائي، اللي حكيم زياش ضيع ضربه الجزاء اللي خلاتنا خرجنا امام المنتخب البنيني من الدور. كنظن ضمن الثمن النهائي والربع الثمن النهائي، يمكن الثمن النهائي خرجنا من الكأس الإفريقية. ولكن من بعدها جات واحد القراءة، واحد الدراسة بالجامعة الملكية المغربية، اللي شافوا المدربين المغاربة اللي كوف، اللي غادي يعطيو واحد الطريقة وغادي ينهجوا واحد السيستم. واش اللي وان شاء الله حنا بدا يندمج الجمهور المغربي، بدا يندمج مع الطريقة، بدا يندمج مع المدربين. يعني قبل كانوا يقولوا جيبوا لنا مدرب اوروبي، جيبوا لنا مدرب الماني،
جيبوا لنا مدرب امريكي. لا، الكره الفرنسيه احسن، جيب لي مدرب فرنسي. هذا هو المشكل حنا كان عندنا. لا، خليو الناس تخدم، خليو السيد يخدم. غادي نتوما حنا نشجعوا. ها كاس العربيه ها جاتك، كاس العالم من او 20 ها جاتك، نصف نهائي كاس العالم ها هي كاينه. كوما مع منتخب فرنسا نصف النهائي مع منتخب فرنسا. يعني كوماشي الحكم تغاضى على ضربه جزاء اللي كانت واضحه لا غبار عليها على اللاعب بوفال في مربع العمليات. يعني لا شاهدنا المنتخب الوطني المغربي وصل للنهايه وواجه فريق المنتخب الارجنتيني. يعني كان عندنا منتخب متماسك. يعني ما نساوش هذه. يعني مش ما انا نحب نقول انا بالنسبه لي فزنا بكاس العالم 2022. يعني شفت المقابله مع فرنسا شاهدتها. يعني خصنا نعطيو اللي شاهدنا بوا الوضوح، خصنا نعطيو الوضوح ماشي نقولوا خرجنا. يعني الحكم ضيعنا، يعني عطانا ضربه جزاء وشجنا وكنا نمشيو بعيد. وما ننساوش الاصابات اللي ساونا اللاعبين الكراد، سايس، لاعبين كلشي تصابوا ذاك سبحان الله في المنتخب الفرنسي. يعني لعبنا بداك الشيء وهكا كليناهم. يعني المدرب واش غادي يدير؟ المدرب؟ خرجوا للعابه. حنا ما عندنا ما نديرو. حنا شوف انا ما فهمتش ان الجماهير كتنقز هنا كتولي هنا لا مدرب البارح كما قلت لنا سكيتيوي لا جيبوا لنا سكيتيوي. وخليه السيدي يدرب، خليه السيدي يلعب لي ماتش ديالو راهم جايين عنده هو كيفكر يتكونسونطراو. وخليو اللاعبين يتكونسونطراو ماشي هكا. دابا غير تقولوا لا داك اللاعب تقول له خصك تخرجوا هذاك اوتوماتيكمون في الراس غادي صافي غادي ما صافي غادي يخرج بالمقابله. لا ما نشوفوا الشوط الاول ماشي هو هذا. جدوا نشجعوا اللاعبين، نشجعوا المدرب حتى شجعته وصفقت عليه تكون عنده واحد القراءه ما بين الشوطين. يعني مع الشوط يمشي مرتاح، الجمهور راه تايق فيا وراه يشجعني وغادي يدير قوه. حتى اللاعبين يقول لك ودي الجمهور مساكين، ولكن تبقى تسبو وتعطيه الهضره وكل شيء. يقول لك بالك عليا اللي بغى يربح العام طويل يدخل يقول لك العام طويل. يدخل يقول لك العام طويل صافي هما يسبوني ويطيحوا لي الهضره كان تلعب. ولكن يبقى تصفق عليك هكا وي سير بالسيف غادي يدخل يعطي اللي فيه. انت تجي تقتل خرج. يقدر يقول لك روح انت تلعب هاك التريكو هاك اخويا التريكو هاك التريكو تدخل تلعب الشبكه. واش تدخل بقى حل فمك انت ما تعرفش كره تم تيريها واش باليمين ولا باليسار ولا بالاكستيريور ولا وما عرفتش الطريقه اللي غادي نلعبوا. وتقول له ودي بالك ما كاش ما عندناش اللاعب اللي حاليا هما هادوك. وشنو غادي ندير؟ ما عندنا ما نديرو. راك شوفوا المنتخب البرازيلي كان هو البرازيلي راك شوف اليوم فين ولا الضعضع يهود يطيح عاوتاني يدير. هذا هو هذا الشيء اللي خصنا حنا نعرفوه. وهالشيء حنا سنه 2025 هذه السنه يعني بامتياز. شوفوا الكره فين وصلت، شوفوا الرياضه فين وصلت في المغرب. راه ماشي ليله وضحى، راه بالخدمه كما قلت لكم في الخدمه ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السي فوزي القجع اللي دخل بواحد الطريق اللي نيشان اللي صريح. ماشي غادي يدخل هاك ولا عنده هنا ولا عنده خدم. هو كان قبل رئيس فريق النهضه البركانيه طلعها من الهوات. يعني ماشي طلعها من الهوات، النهضه البركانيه راه بزاف اللي عندهم الغلط ما عارفينش فريق النهضه البركانيه فوقاش تاسس. فريق النهضه البركانيه كان الاتحاد الاسلامي البركاني راه كانت 1938 وراه في 82 و 83 كان في القسم الوطني الاول. راه ضيع البطوله في اخر مقابله وراه تكلاسا المرتبه الثانيه. وكانت الكره ذاك الوقت كان في القسم الوطني الاول. ومن بعدها ولاو دوزيام ديفيزيون عاوتاني جا واحد كانوا دايروا غير الشطر الشمال، كانوا غاديين غير الشطر في التالي داروا الشطر الشمال والشطر الجنوب طيحوا 8. يعني ما قالوا لهمش، قالوا البركه حتى كانت باقي لهم واحد الدوره قلت الدوره بقات لهم 3 دورات 4 دورات باش يكملوا البطوله. قالوا لهم غادي نطيحوا غادي نديروا مجموعه الشمال ومجموعه الجنوب. طيحوا 8. هادشي اللي خصنا حنا. المهم مبروك علينا كأس العربية ان شاء الله